هذه القصة يا إخواني حدثت معي، وأقولها لكم وأسألكم بالله أن تتفكروا بأحداثها. كنت في بيت رجل أطلب يد ابنته، فلما أن تحدثت معه في موضوع الزواج كان من ضمن حديثنا أنه تطرق إلى حاله، أنه عزف عن الدنيا بعد تقاعده، وأنه كان يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، فقال اللهم احسن خاتمتنا، وكان ذلك بعد عصر يوم الجمعة، فقلنا آمين. وكان بيننا لقاء في الجمعة الأخرى قد رتبناه على أن نقابل الرجل مرة أخرى ونتكلم في بعض الأمور. في يوم الاثنين أتيت إلى أحد أصدقائي الذي يقرب لهذا الرجل، أتيت إليه فوجدته حزينا. قلت له ما بك؟ قال توفيت فلانة أخت ذلك الرجل. فأهمني الأمر، كيف أن هذا الرجل الآن بهذا الحزن كيف سوف يستقبلني بهذا المصاب الجلل إذ أن أخته توفيت. فجمعت أفكاري وعزمت على أن أتكلم معه في يوم الثلاثاء. تكلمت معه يوم الثلاثاء معزيا ولسان حالي كما قال الشاعر: إني أعزيك لا أني على أمل من الخلود، ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاش إلى حين. فوجدت منه البشاشة في رده، وقال لي موعدنا كما هو، تعال عندنا يوم الجمعة. في يوم الخميس قدر الله لي أن ألتقي مع قريب مرة أخرى، فوجدته مكتئبا يغلق محله. قلت له ما بك؟ قال لي توفي ذلك الرجل. قلت له توفي؟ تعجبت من هذا الأمر، وأصابني هذا الأمر بشيء من الحزن والأسى، إذ أنني قد أحببت هذا الرجل لما وجدت فيه من الصلاح، لما وجدت فيه من الطيبة. فأرقني ذلك وأقلق مضجعي، وأخذت أبكي كما يبكي الطفل الصغير على أثر هذه الحادثة. وما هي إلا سويعات حتى عرفت بعد ذلك كيف توفاه الله. إخواني الكرام، ادعوا الله فإن الله يجيب الدعاء. إذا علمت أن الله جل جلاله قد رزقك الدعاء بحسن الخاتمة، فاعلم أنه كما رزقك هذا الدعاء سيرزقك إن شاء الله الموت على حسن الخاتمة. وهذا من فضل الله علينا، وهذا من رحمة الله علينا، إذ أنه قال في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم إخواني، الرجل في بيت العزاء كان يوم الخميس أراد أن يذهب ليصلي المغرب في الجامع كما اعتاد، ولكنه تكلم معه واقترح عليه أن يبقى بدار العزاء وأن يصلي بالموجودين بالحضور جماعة، وكان صائما. فدخل في الصلاة إماما، ثم سجد لمولاه ولم يرفع رأسه من السجود، ليتوفاه الله جل وعلا مصليا إماما ذاكرا ساجدا صائما ليلة الخميس على الجمعة. ومن مات ليلة الجمعة أو نهارها أمن من فتنة القبر، كما أخبر حبيبنا سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله عليك، عندما تسمع نداء رب العالمين لك: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فتعلم أن سبيل حسن الخاتمة ثباتك على الطاعة وثباتك على الإيمان. تعلم هذا، كيف تقصر؟ كيف تقصر في طلب حسن الخاتمة؟ كيف ترضى لنفسك أن تكون في بعض اللحظات بعيدا عن مولاك، بعيدا عن طاعته، قائما على معصيته؟ أفق أخي، هذه الرسالة أهديها إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا لحسن الخاتمة لي ولكم. وإني وأنا أتكلم بهذه الكلمات لا أدري
لعل الله يجعل هذه الكلمات آخر كلمات في عمري فتكون لي حسن خاتمة، كذلك لعلها أن تكون آخر ما تسمع أنت في هذه الدنيا فتكون لك حسن خاتمة. اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.